طيب، هذه بالنسبة لهذه المسألة، وهو كف الثياب عند الصلاة. وهكذا عقص الشعر. إيش عقص الشعر؟ الشعر المعقوص يلفه، هذا بالنسبة للرجال، خاص بالرجال فقط عند الصلاة فقط. إذا كان شعره طويل فإنه عند الصلاة لا يعقصه. إيش يعقصه؟ يعني يجعله كبة في مؤخرة، يعقده في مؤخرة رأسه، فهذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه إذا سجد، إذا كان شعره منتشر ما هو معقوص، فإنه سيسجد إيش مع شعره، فيكون له أجر. وهكذا الثياب ما يكفت الثياب. لماذا؟ لأنه إذا سجدت معه هذه الثياب فيكون له أجر. فلهذا نهي عن عقص الشعر، أي لفه وجمعه في مؤخرة الرأس كالكبة. نعم. وهكذا كفت الثياب، يكفت ثيابه أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، يصلي وهو مكفوت الثياب أو معقوص الشعر، فهذا منهي عنه. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى كراهة، اتفاق أهل العلم على كراهة عقص الشعر وكفت الثياب بالنسبة للرجال في حال الصلاة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.